بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إن الدعاء في كل وقت وحين ليس له وقت معين كما يقولون بأن الدعاء له وقت بعينه. أقول لهم لا، إن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، والدعاء في كل وقت وحين إلا في الأماكن التي حذرنا منها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا في العصر الحديث هناك أماكن الآن اللي احنا نقول عليها أماكن الخبائث، في أماكن الآن تصلح أن تكون يعني مكان لقضاء الحاجة ومكان للوضوء ومكان للتسبيح بخلاف ما كنا عليه قديما. فالدعاء أيها السادة المشاهدون الأعزاء مهم جدا في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان له خصوصية عند رب العالمين وعند البشر، بدليل ان ربنا لما ينزل القرآن الكريم انزله في رمضان، فقال: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وشهر رمضان من خصوصياته ان الشهر الوحيد من الاشهر العربية 12 شهرا اللي ربنا أخبرنا عنهم في القرآن الكريم، والشهر الوحيد الذي جاء ذكره في القرآن الكريم عن بقية الأشهر الأخرى، فقال: شهر رمضان باسمه صريحا يتعبد بتلاوته إلى قيام الساعة. ففي رمضان للصائم النبي بيخبرنا أن للصائم في 30 يوم دعوة لا ترد عند الإفطار، إن للصائم دعوة عند الإفطار ما ترد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فننتهز الفرصة دي في رمضان. مريض ادعي ان ربنا يشفيك، في عوز ان ربنا يعطيك، ان ربنا يحبوك، ان ربنا ينصرك، ان ربنا يجبرك، ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك من أبواب الخير وأبواب الرحمة ومن خزائن الحق سبحانه وتعالى، لأن الدعاء في رمضان مستجاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، ربنا بيأمر في كل يوم عند الإفطار اللي 70,000 يعني كان كتب عليهم العذاب، ربنا بفضل رمضان وبفضل دعاء المسلمين في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيخرجهم من النار بغير عذاب منه سبحانه وتعالى. كل يوم عند الإفطار 70,000 يخرجون من النار بغير حساب. الأمر الآخر، إذا كان لي يوم الخميس أو ليلة الخميس ويوم الجمعة، ربنا سبحانه وتعالى بيعتق في كل ساعة منها، ويوم الجمعة 1000 عتيق كلهم قد استوجبوا العذاب. فإذا كان آخر ليلة في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيعتق بعدد من اعتق من أول الشهر إلى آخره. وده الفضل بتاع ربنا الكبير، ودي الجائزة الكبرى اللي ربنا بيعطيها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ما قدموا في هذا الشهر الكريم في هذه المدرسة التي كان يتكون عدد دراستها 30 يوما. فمن نظر الله إليه وعفى عنه وغفر له فهو في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت يوم القيامة للمتقين.